تصريح خطير من صامويل إيتو يفاجئ به برشلونة ويفضح الفار ويشكل تحالف إفريقي. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت داعم لنادي برشلونة اضغط إعجاب على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. بعد الفضيحة التحكيمية التي هزت عرش كرة القدم بسبب إقصاء برشلونة بظلم تحكيمي من الحكم البولندي سيمون مارشينياك الذي ضيع المباراة بتعنته واستهتاره، وحرم جماهير برشلونة وعشاقه في كل أنحاء العالم من الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بدوري أبطال أوروبا. وللعلم أن برشلونة لم يحصل على دوري أبطال أوروبا منذ 2015. وعلق رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو على مباراة برشلونة والإنتر، وأدلى بالتصريحات نقلها موقع أفريكا سبورت الجنوب إفريقي منذ قليل، وقال: مباراة برشلونة والإنتر كانت أقوى مباراة في دوري أبطال أوروبا، وحصلت على 4 مليار مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي. كما قال إيتو أنه لعب لأفضل الأندية في أوروبا، وعلى رأس هذه الأندية ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان، لكن زادت الخلافات معي ومع المدرب غوارديولا الذي أصر على رحيلي من برشلونة، وكملت مسيرتي مع إنتر ميلان. لكن ما حدث في مباراة الإنتر وبرشلونة مأساة تحكيمية ورشوة وفساد، فتقنية الفيديو بمسماها الفار أصبحت وسيلة سهلة للتلاعب في نتائج المباريات. ونحن سنشكل تحالف إفريقي لتعديل قوانين الفار الظالمة، ودائما الدوري الإيطالي عليه علامات استفهام كبرى. وقضية الفساد الأخيرة التي ضمت لاعبين كبار حصلوا على أموال طائلة لصالح منصات المراهنات ليغيروا نتائج المباريات. لذا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيضغط على الفيفا لتغيير القوانين وتعود كرة القدم إلى مجراها الحقيقي لتثق الجماهير فيها مرة أخرى. وفي النهاية لو أنت داعم لنادي برشلونة اضغط إعجاب على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد.